السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي الكرام في قناتكم فساحة، قناة المتعة والإفادة. أهلا بكم. يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة بن نافع الفهري، جده عقبة فاتح الشمال الأندلسي وباني مدينة القيروان، تولى في ربيع الثاني عام 129 للهجرة، واستمرت ولايته 9 سنوات و9 أشهر. بدأ يهدئ الأوضاع ويزيل الاضطرابات ويسكن الفتن، وكان شيخا قد بلغ 60 من أسرة عرفت بالتقى والصلاح والذكاء. طمع يحيى بن حرين في هذا الهدوء النسبي، واستطاع أن يستقر في جنوب الأندلس وتولى مدينة ماريا، وراسل أبا الخطار وحركه وحضه على الثورة والمطالبة بالولاية، واتفقا معا على إدارة القبائل وجمع الجموع، فتوجه نحو قرطبة، غير أن يوسف بن عبد الرحمن توجه لصدين، والتقى الفريقان في مكان قرب قرطبة يدعى شقندة عام 130 للهجرة، فاقتتلوا اقتتالا شديدا وقصرت السيوف والرماح، مما أدى إلى التشابك بالأيدي وكلت الأيدي وتعبت الأجسام. عندئذ قام الصميل بعمل يدل على حنكته ودهائه، مع أنه أمي، حيث رجع إلى قرطبة وجمع من العمال الذين تسلحوا بالحديد وبقطع من العصي والسكاكين، فأدخلهم الاشتباك وهم في قوتهم ونشاطهم، وأنهوا هذه المعركة لصالح القيسيين وزعيمهم الصميل، مع أن عددهم لم يتجاوز 400 رجلا. وأسر زعيما الحركة المضادة يحيى بن حرين وأبو الخطار حسام بن درار الكلبي، فأمر الصميل بقتلهما فورا لينهي حسب رأيه محركي الفتنة ويقطع دابرها. ثم اتخن الصميل في الناس، فلما قتل 70 أسيرا اعترض عليه حليفه السابق أبو العطاء غاضبا: أتقتل الناس؟ ومنعه من سفك الدماء. تذكر أمثال هذه الأخبار لإلقاء بعض الأضواء على الثغرات التي مرت في التاريخ الأندلسي في عصر الولاة وغيرهم، مما استفاد منها أعداء المسلمين في داخلها وخارجها. ثم إن الوالي يوسف الفهري استاء كثيرا من تصرفات الصميل، فطلب إليه أن يترك العاصمة بعد وأن ولاه سرقسطة. رضي الصميل بذلك درءا للفتنة التي يمكن أن تقع إن لم يستجب، وحبا لسرقسطة التي كانت غنية في تلك الفترة، إذ نجت من القحط العام الذي أصاب الأندلس، فأكرم الناس هناك وأغدق عليهم العطاء، فصار الناس يفدون إليه جماعات ليجدوا المأوى والمطعم، على العكس من الوالي يوسف الذي عانى من قدوم الجائعين والأفواج الكثيرة من شتى المناطق إلى قرطبة طلبا للرزق والطعام. فكان الوضع العام لصالح الصميل، فعلى شأنه وكثر رجاله، بينما بدأ معظم الناس يتركون قرطبة ويهاجرون إلى المغرب طلبا للقوت والميرة. بل قامت الاضطرابات أيضا في الأندلس ضد الوالي يوسف بن عبد الرحمن. حاول الفهري أن يخضع الثورات التي انتشرت في عدة مناطق من الأندلس، كما حاول أن يسيطر على منطقة الصخرة بالاي، فلم يتمكن من ذلك، إذ ثار عليه قائد جيشه عامر بن عمرو الذي تمرد والتجأ إلى قلعة عامر في الغرب باسم القلعة، فأخذ يدعو للعباسيين ويدعي أن الخليفة العباسي قد عينه واليا على الأندلس، إذ كان ذلك في فترة سقوط الأمويين وظهور العباسيين في المشرق الإسلامي. والتف الناس حوله وأيده زعيم قيس الحبحاب بن رواحة، وكان هوى قبيلة قيس للعباسيين. ولأن الوالي يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة بن نافع الفهري من ولاة الأمويين، فقد أصبح الصراع القبلي الآن صراعا أمويا وعباسيا كما في المشرق. فتجمع دعاة العباسيين وأنصارهم قريبا من سرقسطة، وهاجموا قوة الصميل وحاصروا المدينة في عام 136 للهجرة، مع أن الدولة الأموية كانت قد سقطت في سنة 132 للهجرة، وانضم اليمنيون والبربر إليهم، فأرسل الصميل يطلب إلى يوسف مساعدته، مع أنه في الأصل يراه أخطر عليه من عامر بن عمرو ويحذر منه، ولذلك لم يقدم له يوسف يد العون، إلا أن زعيما من القيسيين
يدعى عبيد الله بن عبد الله الكلابي أيده بالجموع وبدأ يتحرك لنصرته، لكن الصميل لما رأى هوى هؤلاء مع الأمويين فادعى أن هواه للأمويين أيضا، فصار الصراع وقد امتد للأندلس صراعا بين الأمويين والعباسيين، وبالنهاية انتصر الصميل بعد أن استمر الصراع 7 أشهر تقريبا. في هذه الفترة مات شارل مارتن وتولى ابنه بابان القيصر، فاكتسح جنوب فرنسا وأخرج المسلمين منها. وفي هذه الفترة، فترة القلاقل والاضطرابات، مات ألفونسو الأول سنة 140 للهجرة، وتولى ابنه فرويلا مملكة ليون النصرانية، وبدأ فيما بعد ما يسمى حروب الاسترداد. في الحلقة القادمة إن شاء الله سأتحدث عن صقر قريش عبد الرحمن الداخل. شكرا أصدقائي على المتابعة، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وعمل لايك. إلى اللقاء.